روعة، أنا عارف إن أنا فعلا غلطان وغلطي مش صغير. بس صدقيني أنا كل اللي ما بيني وما بينها ازيك عاملة ايه وخلاص. لا، ما انا شفت حقك وشفت عليا. معاها وحشتيني وانتي فين دلوقتي؟ طب بقولك ايه رأيك انك تتصوري وتوريني نفسك دلوقتي على وتجيبي فكرة انت الساعة؟ بتحوري، انت بتحاولي توقعيني. انا عمري ما قلت لها كده. انا كنت كتبت لها وحشتيني عشان كنا بقالنا كام يوم ما اتكلمناش. عذر اكبح من ذنب بصراحة. يا انت بتقولها وحشتيني عشان انتوا بقالكم كام يوم ما اتكلمتوش، يا روعة افهميني. وانا بتقولي ما ينفعش ان انا دلوقتي اقول لك كلام حب عشان انت بقيتي ام العيال وبقالنا كذا سنة متجوزين. وعشان هقول لك ايه؟ طيب ما انت عارف انت كنت بتقول ايه تقريبا، صح؟ انا بعترف لك وبقول لك ان انا فعلا بتكلم انا وهي وانت شفت ده، مش هقدر انكر. لكن انا فعلا ما فيش ما بيني وما بينها اي حاجة غير ازيك وعاملة ايه وخلاص. احنا فعلا صحاب وبس. وانا لو بحب حد فبحبك انت وماليش الا انت. وانا بقولك ان انا غلطان، انا مش هجبرك على حاجة، فشوفي اللي انت عايزاه واعمليه. بس انا فعلا بتأسف لك من قلبي وعرفت غلطي. عموما احنا ما بينا عيال، فهحاول ان انا استحمل زي ما كان امهاتنا الاول بيستحملوا ويدوس على وشهم عشان عيالهم، عشان الحياة تمشي. بالله عليك ما تحسبها كده. لو انت عايزة تقعدي عند اخوك ترتاحي شوية ماشي، لو عايزة تيجي برضو معايا دلوقتي ماشي، انا مش غصبك على حاجة. ماشي يا عبدو، ماشي. حقك عليا. حصل خير. عامة انا مستنيكي بره في الحالتين، يا تيجي تعملي لي حاجة اشربها وامشي، يا اما تيجي معايا وتمشي. استغفر الله العظيم يا رب. ما هو كمان بني ادم، يعني هو كمان بني ادم، مش هعلق له حبل من المشنقة.